صالح سليم مات ومعاهم له تمثال جوه النادي الاهلي، وانا اللي 4 دورات ورا بعض رئيس نادي بيدوس على اسمي بالجزمه. ده انت هتشوف ايام سودا. بغض النظر عن ضربات الجزاء يا كابتن اسماعيل، لكن في النهايه ضربات جزاء ايه؟ ما بتتكلم في ايه؟ ضربه جزاء ده احنا اول مره الزمالك اشوف ضربه جزاء تاني، اول مره اشوف ضربه جزاء في حياتي. ايوه على فكره ايوه صحيحه 100%. يقع في مكان. بقول لك ايه والله صحيحه 100%. ولينا ضربه جزاء ثانيه جت في ايد محمد عبد الغني. انا ماليش دعوه بالكلام ده، انتوا ردوا على بعض. ما لازم سيد يعني ضربه الجزاء مش ضربه جزاء ايه بتاعت الزمالك ولا تمثل ضربه. لا يا راجل لا يا سيد لا انا بحلف اتفرج عليها تاني. لا ترتقي اطلاقا. ماسكه بايدين الاثنين. مين؟ لا ترتقي ايه؟ ده وقع في مكانه. ما يقع في مكانه، ما هو ماسكه بايدين نزله لتحت. وفي ضربه جزاء ثانيه على محمد عبد الغني برضه جت في ايده. انت عارف. لكن فبقول شهاده، يعني انا شايف ان الراجل ده امكانيات مدرب كويس قوي، ممكن الزمالك يعمل معاه حاجات كتير قوي لو تم تفعيل او تم اضافه 3 قدام عندهم. برافو عليك يا سيد. صدق جمهور الاهلي لما قال قول لي يا سيد سمعنا كلامك حلو وله معنى اضرب. مدخنين او اللي بيشيشوا هائل جدا. انا عمري ما دخنت ماشي. هل انت نموذج وقدوه؟ لا انت يا عم لا انا عمري ما دخنت ولا شربت سيجاره ولا شيشه. بس كان عندي واحد زميلي بدون ذكر اسماء. مين هو؟ لا ما ينفعش اقول. كان بيدخن جامد يا جدا يا راجل. احمد ميدو وابراهيم لما مسكهم الجوهري معاه يشيش عادي. لا طيب كنت بشوفه يعني يشيش. هو اعترف على الهوا. لا مش ميدو. انا بكلمك على موقف غريب. نعم. يعني كان معايا لعيب بيشرب سجاير جامد جدا. وحتى هو راح الماتش وكان اكتر واحد بيجري فينا. يعني كنا بنقعد نقول له انت عندك رئتين، ايه كميه الجري اللي بيجريها دي؟ فربنا سبحانه وتعالى كان مديله باور او قوه يعني. لكن في النهايه لعيب الكوره او الرياضي عامه. طب انت صاحبك حسام؟ احمد حسام ميدو؟ حسام حسن. طبعا كتير صحاب عشان هيك بتدافع بشراسه عنه؟ لا يعني صحاب. انا مش ضده باي ذا واي. كان معايا في نادي الزمالك لمده 3-4 سنين. كنت انا كابتن انا حسام ابراهيم بعد ما ترك الاهلي ترك بمشاكل. وخدت معاه بطولات. ترك بمشاكل. لا هم استغنوا عنه. نعم. قالوا له مش عايزين. يعني صار خلافات فقالوا له شكرا مشي. هم استغنوا عنه. كثير لعيبه. يا خالد الغندور انت فين يا جدع؟ من ساعه ما المستشار مشي مش سامعين لك حس. لما السجارة اتطفت الصحاب اختفت. بس ضربة الجزاء ضربة جزاء 100% خلاص. ايه؟ انا بصدق كابتن. ايه وجه الشبه بين ضربة الجزاء بتاعت الاهلي والاسماعيلي وضربة الجزاء بتاع الزمالك والبنك الاهلي؟ في وجه شبه. ايه وجه الشبه بين ضربة الجزاء بتاعت الزمالك ضربة الجزاء بتاعت نادي الزمالك؟ محمد عبد الغني ماسك سامسونج بايدين الاثنين نزله. لا وجه الشبه بين الاثنين ايه؟ ايه 200 جنيه اهي. استنى. ايوه انا مالي اهو 200 جنيه اهي. اخر 200 جنيه معايا. لا في تاني في كتير. انت بتسلك ده بيسلك ال 200 جنيه يقول لك اخر 200 جنيه عشان ما ايه وجه الشبه بس؟ ايه وجه الشبه؟ ايه قول لي ايه وجه الشبه؟ بين ضربة الجزاء بتاعت الاهلي والاسماعيلي وضربة الجزاء بتاع ايه وجه الشبه؟ الاثنين مش ضربة الجزاء. الاثنين مش ضربة. لا بس ضربة الجزاء الاسماعيلي ضربة جزاء في لمسة. ايه؟ في لمسة. لا يا راجل ده لو راحوا للاتحاد الانجليزي، لو الاثنين دول ضربتين الجزاء دول راحوا للاتحاد الانجليزي تمام يعني 100% هيقولوا يا جماعه انتوا بتهزروا. انتوا الاثنين بتهزروا. مفيش حاجه في يا كابتن في مساحه تلامس في الكوره. هي مش تلامس. انت عارف يا كابتن انت اتفرجت حضرتك على بروسيا وباريس سان جيرمان؟ انت حضرتك اتفرجت على بروسيا وباريس سان جيرمان؟ الشارع اللي وراه ده انا هعمل لك محضر من الفجر دلوقتي. ما بعرفش اهجص في الكوره او حاجه، وده اثر عليا كتير في حياتي. بس انا فعلا انا لحد وقتنا هذا انا بتواصل مع الكابتن حسام على طول وفي اي مناسبه والكلام ده كله، لان انا بعد ربنا هو اللي بيهجصوا في الكوره كتير صح؟ هم دول اللي بيكملوا. اقسم بالله يا كابتن. يا كابتن والله الجماهير لو رجعت والله شكري والله لعيبه كتير هتقعد في انا بتكلم الكابتن بقى بتكلم في حاجه عفرط ان هو اللي بيهجصوا دول هم دول اللي بيكملوا يا كابتن. للاسف احنا ما تربناش على كده.
يعني طب يعني برضه يعني عايزين نفهم الناس ايه اللي بيهجصوا يعني. ايه اللي بيهجصوا يا كابتن؟ تفسرها. هقول لحضرتك حاجه. اللي يروح ينقل كلام للمدرب، اللي بيتسابقوا يا كابتن مش في الكوره على مين اللي يلعب ومين اللي يجيب اهداف ومين اللي لا، هم بيتنافسوا مين اللي يوصل المعلومه اسرع سواء غلط او صح. بس انا وشكري بنتنافس اهو مين اللي يقول لكابتن بركات على المعلومه اسرع فينا. فهي دول اللي في ناس ما بتاكلش من الكلام دوت يعني. انا ما فيش كوره المدرب يعني يا كابتن، الناس دي موجوده في كل المجالات يعني. ايوه يعني طبيعي. بس دي بتفرق بقى من شخصيات لشخصيات. يعني في مدربين بتبقى شخصيتها قويه ما بتقبلش اصلا بالحاجات دي، وفي ناس بتقبل بالكلام ده. العصافير موجوده في كل مكان، عيش نمله تاكل سكر. قال لك التهجيص بتجيب سيره رضا عبد العال دلوقتي يا جدع انت. انزل يا زميلي اتاكد مدينا لايك ما تيجي الفيديو مش شريف قناه، ما جرس فعيل للكل، شغل الحلقه في كل مكان. يلا بينا نشوف عايز اقول لكم ايه. لايكات. يعني متهيألي لو حسبتها بالمنطق بتاعك ده واللي بيتقال يعني ممكن تكون كانت ايام احمد عبد القادر معدوده قبل كده، وكانت ايام امام عاشور، وكانت ايام كهربا، ايام كتير. دي كوره يعني. اللي انا اشوفه ان ده وقت ملوش اي حسابات خالص. انت عندك 15 يوم وتبقى بطل افريقيا، عندك 15 يوم ويبقى في عندك اولى اللقاءات النهائيه او المباراه الاولى مع الترجي في رادس. انا ما عنديش تفاصيل والله خالص، ما عنديش تفاصيل. انا عندي تفاصيل. انا ما عنديش تفاصيل، لكن اللي اقوله ان في هدف كبير جدا. الهدف ده عشان يتحقق يعني لازم يبقى تجنب اي كلام في اي مواضيع خالص. يعني بعد 15 يوم زي ما قلت لك في اللقاء الاول، في مباراتين في الدوري مهمين جدا ان انت تحقق نتيجتهم. يعني بعد لما يخلص افريقيا بقى في نهايه الدوري بعديها اقعد بقى مع المدير الفني، اقعد مع الجهاز الفني. ما هو قاعد مع المدير الفني، انا مش علاقه بالاشخاص، مش يعني علاقه بالشخص. قاعد مع المدير الفني واتكلم معاه. انا بتكلم على العنوان الكبير يا كابتن اسماعيل اللي هو النادي. بعد ما يخلص الموسم اقعد مع الجهاز الفني بتاعك، شوف التوقيت اللي انت فيه ده، التوقيت ده عنوانه بطوله افريقيا والدوري. ايوه كده. ربنا يستر بقى المشاكل اللي عملها كولر مع قفشه عشان خاطر مودست والاخ كهربا واصابه عبد القادر. يعني الدنيا جوه مش احسن حاجه. استر رب وتعدي ناخد افريقيا، ولكل حدث حديث. اللعيب واضح بنسبه كبيره جدا ان اللعيبه بتحبه. ايه المشكله؟ انتوا بالدليل ان كل اللعيب ده، انا حتى يعني رغم من استعجابي على موضوع عبد الله السعيد واستغرابي على اداء عبد الله السعيد باسمه وبمكانته بيأدي المطلوب منه من المدير الفني. يعني معناه ان هو مسيطر على اوضه اللبس. فمين اللي مبوظ اوضه اللبس؟ الشلاليه بقى، اللي هم كل واحد لوحده، وكابتن الفرقه وكابتن التيم والنجم ونجم السوشيال ميديا ونجم التصوير والحاجات دي. هي دي اللي ممكن تبوظ الدنيا. الشو ده مش في مصلحه الفرقه. الشو ده يتعمل لوحده. الشو ده انا اعمله لوحدي كده مع نفسي، مع اصحابي، مع قرايبي. الكلام ده يتعمل. بس فرقه كوره بحجم نادي الزمالك، لا، لازم الحب، ولازم اللعيبه تبقى حباك. مجرد ان احنا بنسمع بس في مشاكل. لان من الاخر اللعيب لما بيحس ان هو صاحب النادي، انت عمرك ما هتشوف ابدا اوضه اللبس كويسه. لان في مواقف اللي هو انا خلاص انا حسيت ان ابراهيم سعيد انا متحكم. يا جدع مش عارف الزمالك عمال يكسب، ما ترجعوش شيكابالا وصلحوه. انت عايز تمنع الرزق ليه؟ تميمه الحظ للاهلاويه. جمهور الزمالك جات له حاله يصحى من النوم يقول شيكابالا. دي قناعتك ان هي مش ضربه جزاء. انا جبته امبارح قال لك ضربه جزاء. مع احترامي لاي حد، مع احترامي كل واحد ليه رايه يعني خالص. لا مفيش حاجه خالص، مفيش حاجه. ده تلامس. لا تلامس. ما هو الزمالك ممكن يكسب عادي على فكره. انا بقول لك لا، هو الزمالك في المباراه كان افضل على فكره. مفيش مشكله كان يكسب المباراه يعني. انا بقول لك قناعتي الشخصيه انها لا ترتقي لضرب جزاء خالص يعني. تمام، خلاص نتجاوز هذه مرحله ضربه الجزاء. طيب جدول الدوري بيتغير، يعني جدول الدوري اشوف بقى الصح. يطلع المسؤولين في اتحاد الكره يقول يا جماعه السنه دي هي اخر سنه للضغطه دي. لا انا اسف. ابتداء لا انا بقول لك الصح. ابتداء من السنه الجايه لازم هيبقى في حاجه كل سنه كل سنه بيحصل. انا اسف يا كابتن، انت ما بتعملش حاجه استثنائيه. وبعدين انت بتعمل دوري زي الدوري على العمر الافتراضي الفني بالنسبه للعيبه. كل الدوريات هاتوها لي يا جدع. ما هو احنا عارفين
وهم بادئين قبلينا. ما احنا كل سنه بنقول كده. احنا بادئين في 10 وهم احنا بادئين في السنه اللي 8. فاتت يا كابتن فطبيعي ان هم يخلصوا واحنا ما السنه اللي خلصناش. فاتت قلنا كده، السنه اللي قبليها قلنا كده، السنه اللي قبل اللي قبليها قلنا كده. قلنا يا جماعه نخلي سنه استثنائيه. ليه مش عايز تعمل، مش عايز. انا بس ما عنديش غير مشكله واحده، قال لك الدوري المصري الممتاز. ممتاز ازاي؟ ده الدوري المصري المنيل بنيله. تجاه النادي الاهلي انا شايفه غريب جدا وعجيب ومريب، بمعنى مريب، لانه انا مش فاهم. انا عندي فريق مصري في النهائي، ميولي بقى اذا كنت اهلاوي او اذا كنت زملكاوي، انت يا عم شجع فرقتك وانت شجع فرقتك وافضل ورا ده وانت تفضل ورا ده وموت نفسك عشانه، لكن لا اهلاوي يفطس في الزمالك ولا زملكاوي يفطس في الاهلي. لانه مثلا قال لك الشناوي اصابه سياسيه، طب الشناوي ما اتمرنش، لسه مصاب، لسه عنده شد. قال لك مش عارف مين وغرامات وعقوبات وايقافات ودول مش هتلاقوهم في المباراه، لقيناهم في المباراه. لما قالوا الشحات والسوليه، الشحات والسوليه لعبوا مباراه امبارح كانوا موجودين، وانا قلت لكم من الاول كده، قلت لكم يا جماعه لا في مش عارف ايه ولا في لائحه طبقت. في مدير كوره بيعمل اجتماع لما يلاقي الفرقه فكه شويه او بيلحق بيتكلم، في مدير فني، في ناس مسؤولين وهكذا يعني. فالامر واضح يعني. وانت النهارده ايه هيزعلك انه الاهلي يبقى بطل دوري الابطال؟ يا كابتن شوبير هو ايه اللي هيزعلك؟ طول ما الاهلي في نجاح عمر الاخصام ما هترتاح. لا تباتل في اول الفيديو لغايتنا في التمرين البرانيس المستبرته فاستثنسه. انت تتاكد من دينا لايك، ما تيجي الفيديو بالشير في قناه مجازفه لكل الشرح في كل مكان، استنونا نهناني فيديوهات كتير. دور بنور. سلام.